تعالوا بقى ندمس شوية فول في البيت لرمضان. هقول لكم بقى ازاي الفول يطلع معاكم قوامه حلو وبيدوب كده وعامل زي الزبدة، وكمان سر لونه الحلو اللي انتوا شايفينه ده، وازاي بقى الفول ما يسودش منكم ويطلع تحفة كده. طريقته سهلة جدا واحلى 100 مرة من الجاهز. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. عندي نص كيلو من الفول غسلته كويس جدا، وهبتدي ان انا انقعه ساعتين بس في مية سخنة، ومش اكتر من ساعتين يا جماعة، علشان القشرة بتاعت الفول ما تفصلش منكم. لو سبتوه لحد تاني يوم القشرة هتفصل ساعة التسوية ومش هيبقى حلو خالص. بعد ساعتين بشطفه من المية كويس جدا. هتلاحظوا ان حجمه كبر شوية كده. بعد كده بجيب الدماسة وابتدي ان انا احط الفول فيها، وازود له بقى ربع كوباية من العدس المغسول، العدس بيديله لون حلو قوي، وربع كوباية من الفول المدشوش اللي هو بتاع الطعمية، برضو غسلاه كويس جدا، وليمونة كاملة مقطعاها نصين برضو غسلتها كويس جدا وبحطها بحالها كده، ومعلقة صغيرة من الكركم ومعلقة صغيرة من البابريكا، ودول اللي بيدوا لون الفول المحمر شوية كده اللي زي الجاهز بالظبط. هضيف له بقى مية سخنة مغلية، وهغطي الفول كويس جدا بالمية، يعني بمسافة كبيرة، علشان مش عايزة افتح عليه كتير وازود له مية كل شوية. هقلبهم مع بعض كويس جدا على نار عالية. اول ما يغلي كده هوطي النار خالص واغطيه. النار بتبقى زي الشمعة، ولو انتوا كمان عندكم الشياطة بتاعت الرز حطوها. الفول بيستوي على نار هادية جدا، ومش بفتح على الدماسة قبل 3 ساعات بس علشان اتأكد ان لسه فيه مية كفاية وان هو مش محتاج مية. لو احتاج مية بنضيف له برضو المية سخنة، ما ينفعش ان احنا نضيف مية باردة خالص. بعد كده بغطيه تاني واسيبه بقى يستوي براحته. هو بياخد في الدماسة من 7 ل 8 ساعات. وطبعا لو مش عندكم دماسة مش لازم خالص، ممكن تعملوه في حلة عادية، بس ممكن ياخد وقت اكتر. المهم ادوله وقته في السوى، علشان ده اللي بيخليه دايب وعامل كده زي الزبدة. بعد ما يستوي خالص واقفل النار، هضيف له بقى ليمونتين معصورين وهقلبه كويس جدا، وده بقى اللي هيفتح لونه، عمره ما هيسود منه. وهغطيه وهسيبه يبرد خالص في الدماسة، وكل ما يبرد كل ما يتقل معاكم. ولا هنضيف نشا ولا هنضيف حاجة تقله، هو هيتقل لوحده لحد ما يوصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا كان لسه كمان دافي شوية، شايفين القوام بتاعه. بعد ما يبرد خالص بحطه بقى في اكياس التخزين على قد المرة، واحطه في الفريزر، ولما احتاجه بطلعه من الفريزر يفك وعلى طول اعمله وهيبقى جاهز عندي وحلو قوي. مفيش بقى احلى من طبق فول عليه ملح وكمون وكزبره ناشفه ورشه شطه وعصير ليمون، وهرسته بقى كويس جدا كده، ورشه من الزيت العادي او زيت الزيتون بيبقى حلو قوي، وكمان الطحينه. وادي بقى احلى طبق فول كانكم جايبينه جاهز. طعمه كان تحفه ولونه كان حلو قوي. جربوه، انا واثقه جدا ان هو هيعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير، وكل سنه وانتم طيبين.